السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض مسقعة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. شايفين الطبق الحلو ده؟ تعالوا نعمله سوا. اول حاجة بقى كده معانا كده فلافلة، هنقطعها كده بالنص كده، نقسمها نصين كده. ومعانا كمان فلفل حامي، هنقطعه كمان نصين. وبعدين بقى معانا برنجان. بجد جربوا المسقعة دي بالطريقة دي، طعمها حلو قوي. انا بحب المسقعة دي قوي، تبقى بالفلافل والبرنجان بس طعمها حلو قوي. قطعنا بقى البرنجان كده، هقشره كده بس مش هقشره كله، بالشكل ده كده. والتانية نفس الشكل، هقشرها نفس التانية. وبعدين بقى هنقطعها تقطعها كده، هيبقى سمكها هيبقى وسط، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقطع التانية زيها. هنا بقى خلصنا تقطيع البرنجان وتقطيع الفلافلة، قطعناهم بقى بالشكل ده. هنا بقى معانا بصلة، هقسمها نصين وهقطعها بالشكل ده. بس ضروري نقطعها بالشكل ده لان طعمها بيفرق مع المسقعة بتاعتنا، احسن من القطع الصغيرة. كده احسن، طعمها بيبقى كده احسن من القطع الصغيرة. قطعنا بقى البصل كده بالشكل ده. وهنا كده جبت كمان قرص طماطم كبير كده وقطعته مكعبات بالشكل ده. هنا بقى معانا زيت بقى السخن، نزلت بيه بقى بالبرنجان. طبعا هنقلي البرنجان بس حاجة خفيفة كده، مش هنخليه يتحمر قوي، يصفر كده بس. ايوه زي اللي انتوا شايفينه ده كده، يصفر كده. وهنا بقى حمرت البرنجان، بقى هطلع البرنجان وهننزل بقى بالفلفل والبرنجان الباقي. حمرنا كده حاجة بسيطة بس، هي لسه هتستوي بقى في الصلصة بتاعتها. احنا بس عايزين بس لون كده، بس حاجة بسيطة. نزلت بقى بقت كمية البرنجان اللي لسه موجودة. وهنزل بقى بباقي الفلفل، نحمره بقى بالشكل ده. ونزلت بالفلفل الباقي برضو، حاجة بسيطة كده. وهنا بقى الزيت هو نزلنا بيه طلعنا بقى الفلفل والبرنجان ونزلنا بنفس الزيت.
يعني كله في نفس المقلاية يعني. نزلنا بقى بالبصل بتاعنا اللي احنا مقطعينه، هنشوح بقى البصلة كده حلو في الزيت ونقلبها كده عشان تتفكك من بعضها. كده بقى البصلة بتاعتنا بدأت بقى ايه تصفر كده، احنا عايزينها بقى ايه تصفر بس. نفضل نقلب كده فيها لما تصفر، وبعد كده هنجيب بقى الطماطم بتاعتنا وننزل بيها بالطماطم، الطماطمية اللي احنا مقطعينها مكعبات، هنشوحها على البصلة كده ونقلبها مع بعض. هنا بقى معانا معلقة فلفل كده، ونقلبهم كده مع بعض. ومعانا بقى طماطم معصورة حوالي كده نص شفشق كده عصير طماطم، ونزلت بيه بقى على البصل والطماطم اللي معانا، هسيبهم كده حوالي خمس دقايق كده لما يتسبك مع بعضها كده، لما الطماطم بتاعتنا تتسبك. انا بقى سبتها بقى لما اتسبكت بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، معانا معلقة كزبرة ناشفة، معانا معلقة ملح صغيرة كده، مش مليانة خالص يعني، نبقى ندوق الملح بعدين. ومعانا كده معلقة بابريكا، ممكن برضو نضيف شطة عادي، بس انا عاملة فلفل حر وكده. هنا بقى ننزل بقى بالبرنجان والفلفل بتاعنا، نقلبه كده في الصلصة بتاعتنا. وضفت بقى معلقة توم بس هي ما استورتش، وهنا بقى رشة خل كده عليها، وهسيبها بقى واقلبها كده، وهنسيبها بقى مع بعضها كده لما تستوي. غطينا كده، وهنا بقى فتحنا عليها كده لما استوت. شفتوا بقى ازاي حلوة قوي. هنا بقى كده خلاص استوت وكده، بجد طعمها حلو. هنا بقى قلت ما ادوق كده الملح، كنت ضايفة معلقة ملح صغيرة، يعني رشت لها كده رشة كده صغيرة تانية. هنا كده هقلبها كده واسيب الملح كده بس يتشرب فيها، وبألف هنا. بجد كان طعمها حلو قوي، جربوها وقولولي ايه رأيكم فيها، بس بالطريقة دي. كلنا طبعا بنحب المسقعة.